وهو صدق اني سبت اسكندريه؟ بصي، هي حاجه من الاتنين، يا اما صدق انك جيتي ومشيتي، يا اما صدق ان انت ما جيتيش اسكندريه دي اصلا عشان لطيفه دي اللي قعدت تحور عليه. وبين في الحالتين هو عارف انك مش هنا. ربنا يستر. هيستر ان شاء الله. انت قلقانه ليه؟ لازم اقلق يا نسرين، دول قربوا قوي قوي. ده نادي رجالكم وادهم سال عليا في الاتيليه وحسام شافني على البحر. والله ما تخافي. ازاي بس؟ لازم اخاف، ده انا حاسه انها ضاقت عليا قوي، حاسه ان هم خلاص هيلاقوني. دول لو لاقوني هيذبحوني، يا اما هيرجعوني السجن اللي كنت عايشه فيه وبرضه هيذبحوني. انا مش قادره اصدق، انا حاسه ان اسكندريه دي كلها بقت اوضه وصاله. يا ستي مفيش كل الكلام ده، تفائلوا بالخير تجدوه. يا رب. مفيش حاجه ان شاء الله، مفيش حاجه. يوه يا ابني زهقتني، خنقتني، عمال تلف وتدور. وعايز ايه يا جدو؟ اعمل لك ايه يا جدو؟ تشرب ايه يا جدو؟ قول لي طلباتك ايه؟ عايز ايه؟ يعني انا غلطان اني بهتم بيك يا بارون؟ لا ما انتش غلطان يا هيثم، بس لما يبقى ده من قلبك ونابع بصدق مفيش مانع. انما لو كان بتخطيط من امك لا بلاها. ونرجع زي الاول يا هيثم، توديني كل شهرين 3 وتشوف طلباتك ايه وانا تحت امرك. طب وحياتك بلاش تحلف بحياتي كدب يا هيثم. قول لي محتاج ايه؟ محتاج تثق فيا يا بارون، تعتمد عليا، تعتمد عليا زي ما انت بتعتمد على علي كده. مش بالكلام يا هيثم، بالشغل، بالعمل، بالسلوك، وانا اقرر واحكم. حلو قوي، اديني بقى بوزيشن حلو، مسكني مسؤوليات، شوف انا هعمل ايه. تعال يا علي، تعال شوف ابن عمتك. صباح الفل يا جد. صباح الفل يا حبيب جد. ازيك يا حبيبي؟ ايه ده؟ هو الاخ ده بيعمل ايه هنا؟ ايه اللي حصل للدنيا؟ يعني ايه اللي حصل؟ هو مش جدي زي ما هو جدك ولا ايه؟ لا طبعا جد انا، انت يا ابني ما اعرفكش. هيثم عايز بوزيشن عشان يعرف يدي في الشغل كويس. شغل؟ لا هيثم مش فاضي للشغل يا جدي، وبعدين ده باشا، الباشوات بياخدوا فلوس بس ما بيشتغلوش. هيفضل بقى مطلع عليا السمعه ديت ويفضل هو قلبني. يا عم بهزر معاك والله، ده انا نفسي تشتغل معايا على الاقل، هتشيل من عليا شويه. بارون يوافق بس، وانا من ايدك دي لايدك دي. انا لازم امشي عشان عندي مشوار. تؤمر بحاجه يا بارون؟ مع السلامه. سلام يا علي. مع السلامه. مع السلامه. والله غلبان الواد هيثم ده، عايزين نشغله معانا يا جدي. انت اللي طيب يا علي، خلي بالك من الواد ده. خلي بالي من هيثم؟ ده ليه؟ ده تعبان يا علي، خلي بالك منه. تعبان مره واحده؟ هو مش ابن بنتي؟ وانا بقول لك تعبان، ولو لقي فرصه يزيحك وياخد مكانك هيعملها. خلي بالك يا علي، انا بفهم في الناس كويس قوي. طبعا يا جدي انت بتفهم في الناس، بس انا بصراحه مش حاسس كده خالص. لا، تبتدي تحس بقى وتاخد بالك يا علي. كمان خلي بالك لأنه أمه هي اللي بتخطط له. عمتي؟ لا يا جدي، أنا عمتي بصراحة بحسها طيبة جدا. كانت طيبة، هي أمك كانوا طيبين، بس على رأي المثل الفلوس بتغير النفوس. وكتر الفلوس يا علي يا إما بتزيد القلوب رحمة يا بتزيدها قسوة. خلي بالك يا علي، أنا خايف عليك، خايف عليك، وربنا معاك.